السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه؟ جو ساقعة. هنعمل ايه يا ترى؟ يلا سمي الله كده ونطلع من الكيس كيس عجوة، كيس سمسم، كيس ملبن، ودقيق، خميرة فورية. يلا نسمي الله ونصلوا على الرسول، ولسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونعمل كومنت حلو اعرف رايكم ايه. ويلا بينا نعمل ايه. هنعمل حاجه حلوه جدا تدفينا في الشتاء ده، حلوه جدا. احنا بنعشقها طبعا، بنعشقها كلنا بنعشقها. هنعمل ايه؟ طبعا انتوا عرفتوا الملبن والعجوه، يبقى هنعمل قرص فلاحي. عايزه ايه؟ احرق الفلفل. اول حاجه جبنا 2 كيلو من الدقيق، ويلا بينا ننخل الدقيق. بس اهم حاجه ننزله كده في المصفى عشان ايه؟ نفرغ كل الهواء اللي فيه. بصوا يا حبايبي، عملنا ايه؟ نخلنا الدقيق كله اهو. هنشيل بقى المصفى دي كده على جنب اهي. بس قبل اي حاجه كده تعالوا نعمل الخميره. الخميره ديت بتتحط على قد ايه يعني بيقولك يعني كفاءتها ل3 كيلو، واحنا هنعمل 2 كيلو فتمام. هجيب حاجه بقى غويطه شويه، ماشي، حاجه زي الستين كده، مقص. ممكن نحط نص كيس كمان عشان احنا في شتا. التخمير هيبقى درجة التخمير بتاعتنا بتبقى يعني ضعيفة. وهنعمل مية فترة وهجيلكوا تاني. حطينا بقى الخميرة زي ما انتوا شايفينها كده، وهنحط هنا معاها 2 3 4 معالق كبار من السكر، وهضيف عليهم مية فترة زي دمع العين عشان الخميرة الخميرة المفعول اللي اسمها ايه دي، التخمير بتاعها ما يهبطش، تبقى شغالة يعني، تبقى نشطة معايا. هغطيها بحاجة كده ونركنها على جنب. نيجي بقى للتقيل بتاعنا. هنعمل ايه؟ اول حاجة سمسم، طبعا بنحبها سمسم كتير، مواد الجافة. دول معلقتين كبار سمسم، تمام. حطيت حبة ملح، هنضيف سكر تاني، غير ال4 معالق اللي احنا ضفناهم على الخميرة، تمام كده. هننزل كوباية زيت، نص كوباية كمان، كوباية ونص من الزيت بالسمنة بتاعتنا.
كوبايه كمان، نص كوبايه. انا ضفت بالظبط كوبايه ومعلقتين عشان انا هضيف قشطه. تمام. هنمسك بقى نشرب السمنه بتاعتي بالدقيق كده. اهم حاجه تشربي الدقيق كله الماده الدهنيه بتاعته يتبسس اكنك بتعملي كحك، زي الكحك كده بالظبط، ان الدقيق كله يبقى ايه معمول كده. بصوا بصوا بقى عامل زي الرمله ازاي. بصوا شربت ازاي. طبعا عشان احنا الجو ساقع والسمنه والزيت، فاحنا كل ما بنسخن السمنه في قلب الدقيق بايدينا كده كل ما تتشرب. بصوا بتبقى ايه كل الدقيق خلاص الدقيق اختفى. اهم حاجه اللي احنا ما نشوفش ايه الدقيق كله يختفي كده، يبقى ايه كل السمنه شربت في قلب الدقيق بتاعنا. بصوا الجمال، ريحتها حلوه قوي. بصوا تحفه. بصوا الجمال. هنضيف ايه بقى؟ اللبن الرايب والقشطه. بصوا يا جماعه دي كوبايه قشطه بقري على جاموسي ضفتها، عشان كده قلت لكم اللي انا حطيت مع الكوبايه ومعلقتين بس من السمنه. تمام. وده اللبن الرايب بتاعي. كده كوبايه. ده لبن راب عندي فانا ما رميتهوش، رحت حطيته في الفريزر. ما رميتش لما اللبن بيروب، ما انا مش برميه، انا بحطه في الفريزر عشان خاطر يجي وقت زي كده عايزه اعمل قرص، عايزه اعمل حاجه، يبقى متوفر الصراحه ايه عندي. بصوا بقى ابتدي اعجن. قبل بقى ما اعجن، بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال. اتخمرت اصلا ما شاء الله. ابتدي بقى ايه اعجن كله في بعضه. ما شاء الله. بصوا جمال. لو عندك عجانه اعجني بقى فيها، لو ما عندكيش اعملي بقى بايديكي كده لحد ما تتلم معاكي. الكيلو دقيق اخد كوبايتين من اللبن الرايب وكوبايه ونص زيت على سمنه. الاتنين كيلو اخدوا معايا 4 كوبايات لبن رايب، واخدوا معايا كوبايه ونص من الزيت وكوبايه ونص من السمنه. بس انا ضفت كوبايه قشطه من عندي دي اضافيه، وحطيت مع حبه ملح والخميره الفوريه بتخمريها بالسكر عشان تطلع معاكي طريه وحلوه. فاحنا لازم نزود شويه من السكر. السكر عامل اساسي جدا ان القرص تبقى طريه، مش كمان مش اللبن الرايب هو اللي بيخليها طريه، لا السكر هو اللي بيخليها طريه. فانا ضفت بتاع 6 معالق من السكر او 7 معالق من السكر. هو ده بقى يعني المكون اللي هيخليها لي ايه طريه. بصوا الجمال. هسيبها بقى تتخمر نص ساعه وترجع وهفتح عليها وابتدي اشتغل على الصاجات او الصواني، وبعد كده هسيبها تتخمر تاني نص ساعه، وبعد كده نبدا بقى في السوا. بصوا دلوقتي ايه انا هسيبها
هغطيها بحاجه نظيفه وهسيبها لمده نص ساعه وارجع لكم تاني. اول حاجه العجوه بتاعتنا نجهزها. نشف شويه هدخلها الميكرويف كده لمده 30 ثانيه. هدخلها الميكرويف وارجع لكم تاني. قبل ما تطلع بقى من الميكرويف تيجي بقى ايه نعمل العجوه بتاعتنا الملبن. كوره برضو ايه اللي انتم شايفينه كده. عشان ايه احطها في قلب القرصايه تبقى ايه مفروده كده في القرصه كلها من اولها لحد اخرها الملبن في قلبها. طبعا ايه لازم تعمليها بالطريقه دي. حطيها تاني. خلصت الملبن. يلا نعمل العجوه هي كمان. نكورها كده طبعا نبططها عشان نفردها في قلب العجينه معانا كده كده عشان تبقى القرصيه من اولها لحد اخرها كده غنيه بالملبن والعجوه. هنستنى بقى نص ساعة لما العجينة تخمر ويلا بينا بقى نحشيها ونبدأ الحشو بتاعنا. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا الجمال. بص كده خمرت معايا نص تخميرة. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نشتغل هبدأ اشتغل واحشيها واحشي الصواني وهسيبها تاني نص ساعة تخمر وابدأ بقى في السوا بتاعي. عايزة بس ايه هدهن بس مادة دهنية في قلب الصواني كده عشان متلزقش. بصوا يا جماعة احنا هنغطي كده عشان ما تنشفش معايا. ماشي بسم الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى عملتها ازاي؟ فردت العجوه ازاي في قلبها وهكورها كده. بصوا الجمال. بصوا لازم تقفلي على العجوه كويس جدا. بصوا المقاس. خلي بالكم لان هي هتخمر تاني فلازم اسيب سبيس شويه او اسيب مسافه بين القرصه والتانيه. اعمل برضو كلها نفس المقاس. بصي عشان تعملي نفس المقاس يبقى اهي حركه ايديك اهي. بصي عملتها ازاي؟ فردتها تروحي قافله عليها كده
كده. بصي الحاجة هتعمليها في البيت هتغزي يعني، هخدمها وهتلاقيها. استحالة هتجيبي قرص من بره فيها كمية العجوة دي كلها يعني والنظافة ديت، وان انت تخدميها وحاطه لها لبن رايب وحاطه لها حاجات. مستحيل مستحيل هتجيبيها من بره زي كده. والكيلو غالي جدا، ليه تشتريها ب200 جنيه؟ ده انا رحت الفرن البلدي بتاعتنا بقول لها بكام عايزه كيلو قرص بالعجوه، بتقول لي 280 جنيه. 280 جنيه؟ انتوا بتهزروا يا جماعه ولا بتتكلموا جد؟ قالت لي اه ب 280 جنيه. سبحت ماشي. راح جايبه 2 كيلو دقيق ونص كيلو عجوه وربع كيلو ملبن، وجيت عملتها. وعندي لبن رايب، كنت لبن راب مني قبل كده ورحت حاطاه في الفريزر. قلت برضو ايه هينفعني يعني ان انا ايه هعمل بيها ايه قرص. كان في دماغي يعني ان انا اعمل قرص بقالي فتره كبيره، فجا وقتها. ثواني حطيتها في جيبي. افتحي الفيديو، انت متقفليش تاني الفيديو. افتحي الفيديو. مفتوح مفتوح. اقفلها حلو. زي ما قلت لكم ان هي لسه هتعلى تاني، هتخمر تاني. بس انا هعمل معاكم بقى الصينيه الصغيره ديت وهخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. بس محدش ايه قفلتي؟ بقول لسه هنعمل الصينيه الصغيره. قفلتش. بصوا يا جماعه، العجينه اصلا مرتاحه وجميله قوي. افرديها على قد ما تقدري عشان هي هتخمر تاني، ما تخليهاش ملكومه. هتعلى تاني. عايزه اعرفكم اللي هي هتعلى تاني. فانا كل ما ايه اخلي بس الحروف بتاعتي مفروده كده شويه ان هي هتخمر تاني. فلما هتخمر تاني هديها برضو واحده كده بالشوكه او اي حاجه عشان ما تفضلش عاليه. بصوا الجمال اهي الكوره بتاعتي اهيت. هفتح كده. لو عايزه حجم صغير صغري، اي حجم انت عايزاه ومحتاجاه اعمليه. دي بقى مع الشاي بلبن ما اقولكمش بقى على جمالها. بصوا الجمال. خلصي صينيه صينيه وغطيها. كفي ايدك كده. متصعبهاش على نفسك. قومي بقى دفي بيتك كده وشغلي الفرن. والله سهله سهله مش مكلفه خالص. بسم الله ما شاء الله. العجينه ريحتها تحفه، ريحتها حلوه قوي قوي يعني، اللي هي تتاكل نيه الصراحه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد كده قولي لي انت بتتابعيني منين، عشان في ضيوف جداد دخلوا عندي مش مصريين، فانا حابين نتعرف على بعض. طبعا شرفتوني. بصوا يا جماعه الجمال. خلص بقى كل الكميه. بصوا دي اول صينيه، هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. بصوا هضيف على الملبن حبه قرفه كده، تدي للطعم القرص، بتخلي القرص في حته تانية خالص، حلوه قوي. يلا بقى نحشي مع بعض. بصوا هناخد قطعه ملبن بالقرفه نحطها في النص كده. القرفه بتدي طعم حلو قوي قوي مع الملبن في القرص،
بتدي طعم جميل. اللي بيحبوا القرفه يعني، مش حابه القرفه ضيفي ملبن بس، مش حابه ملبن تضيفي عجوه واعمليها ساده يعني، كل واحد على حسب الرغبه. بصوا هنفتحها كده من نص شويه، هنضيف الملبن بالقرفه كده. اوريدي الملبن مسكر مع القرفه بتدي طعم خطير جدا في القرص. يلا حبيبتي منك ليها كده، قومي تشجعي واعملي احلى قرص لاولادك في السقعه دي. صراحه هي ما بتتعملش غير في الوقت ده، الوقت ده بتاعها كلنا بنعشقها في الشتاء، مع كوبايه شاي بلبن كده، كوبايه هوت شوكليت، كوبايه شاي ساده، ايا كان اللي حابه انتي تشربي معاها ايه، بتبقى تحفه 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 تحفه. الصراحه عشق يعني، عشق العشق بتاعنا هو القرص باللبن الرايب. بصي لما يروب منك لبن ما ترميهوش، حطيه في الفريزر، هيجيله وقته هتحتاجيه، مش هيحصل له اي حاجه. فانا كنت جايبه كيلو لبن وراب مني، فما رميتهوش، فحطيته في الفريزر. فدلوقتي لما فكرت ان انا اعمل قرص، افتكرت ان انا عندي كيلو لبن رايب في الفريزر، رحت مطلعاه. رحت عامله بقى بيه 2 كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين معايا كده. انا ضفت يا جماعه 4 كوبايات لبن رايب على القرص دي. طبعا انا كنت يعني لما انا سجلت او ضفت اول كوبايتين، وبعد كده الفيديو قطعه، فانا ضفت كوبايتين كمان. يعني لا، ال2 كيلو من الدقيق اخدوا مني 4 كوبايات من اللبن الرايب، اخدوا مني كوبايه ونص من الزيت، اخدوا مني كوبايه ونص من السمنه، اخدوا مني معلقتين كبار من السمسم، ورشه ملح وبس، والسكر بقى على حسب الرغبه، بس عشان تطلع معاكي طريه كده وفلاحي وجميله السكر. انا ضفت 7 معالق سكر، 4 مع الخميره وضفت 3 على العجينه. بس هي دي السر والله العظيم اللي يطلع لك قرص طريه فلاحي تحفه، وهتدعيلي. عملت السكر كله كده زي ما انتوا شايفينه معايا، شايفينه ولا مش شايفينه كويس كده؟ انا عملت كله ده قرفه وملبن. هسيبه بقى كده برضو يتخمر مع اخواته هنا، ولما نيجي بقى هنسوي اللي تحت فوق واللي فوقيه، يعني هنسوي من تحت لفوق، مش هسوي من فوق لتحت. اول واحد اشتغلت فيه هو ده اللي انا هسويه. الحمد لله خلصنا. دي اخر صينيه دي اخر صينيه هنخليها من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه اللي كانت قبليها، وده الصاج تمام، ودي الصينيه. هنبدا بقى من تحت لفوق. ادي كل الكميه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفينها. ارفع بس الكاميرا شويه لفوق اوريكم. دي كل 1 2 3 4 5 6 تحت خالص. هبدأ من التسوية من اللي فوق، هبدأ من ده الأول، أدخل الاتنين دول دلوقتي حالا، وهيخرجوا هبدأ باللي بعديها كده لحد ما اخلص الكمية كلها سوا. وعايزة اقول لكم بصوا هي خمرت اهي، بسم الله ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ عايزة اقول لكم بس اللي انا هجيب الشوكة بتاعتي واعملها كده، اعملها كده 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 كده، حاجة عشوائية كده. المنظر اللي انتوا شايفينه ده، وادخلها بقى الفرن. انا مشغله الفرن لحد دلوقتي، مشغلاه على درجه حراره 260، بس انا لما اجي هدخلها على درجه حراره 200 بس. وهسيبهم بقى لحد ما تحمر منها فيها، يعني مش هشغل الشوايه خالص، هسيبها تحمر من تحت ومن فوق. احطها بقى في الرف الاوسط من الفرن، واسيبها بقى لحد ما تديني اللون بتاعي الذهبي التحفه.
واوريها لكم بقى بعد ما يخرجوا بقى كل الكميه دي من الفرن بعد السوا. بس اهم مرحله وباكد عليكم فيها، اول ما تطلعي صينيه من الفرن تغطيها، او ما تطلع من الفرن سخنه كده تغطيها، بصي هتبقى طريه معاكي وتحفه وبالف هنا وشفا. هخلص السوا ده كله وارجع لكم تاني. بصوا زي ما قلت لكم ان احنا اول ما هنطلعها من الفرن هنغطيهم، وانا غطيتهم بفوط نظيفه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا كمان هي لسه سخنه. بصوا بصوا السوا، بوريكم بس السوا عامل ازاي. بصوا السوا الجمال. بصوا السوا كلها. بصوا شايفين كويس ولا ايه؟ بصوا الجمال. بصوا السوا طريقة السوا. بصوا من تحت زي فوق بالظبط. بصوا الجمال. بصوا بوريكم بس اللي هي بصوا طرية ازاي، وده عشان انا غطيتها. بصوا طرية ازاي. بصوا الجمال. بصوا تحفة والله، تحفة طريقتها. بصوا مش مكلفة خالص خالص خالص، وطريقتها بسيطة جدا جدا. وبص عملت كمية قد ايه اصلا من غير ولا حاجة، يعني عملت كمية كبيرة جدا وبالتكلفة بسيطة جدا 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 جدا. دي سخنة، دي طلعت اخر حاجة، هسيبها شوية. جيب العلبة بتاعتي، شايفين كده العلبة اللي انا ايه احط فيها القرص. تمام. انا هجيب بقى الناحية دي كده، اوسع لنفسي عشان المطبخ بتاعي صغير، فمش عارفة ايه يعني، مش هعرف اجيب الزاوية كلها، ان انا اجيب الصاجات كلها، وكمان هجيب الراس. انا هحطها زي ما انتم شايفين معايا كده. هظبط بس الكاميرا معاكم كده. تمام اهي. وهنرص بقى، نبدأ نرص زي ما انتم شايفين معايا. اقسم بالله تحفة تحفة تحفة، منتهى الجمال، روعة، طالعة طرية وجميلة قوي قوي. هرصها معاكم وهوريكم بقى الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. كده اول صينية بتاعتنا ان شاء الله. تاني صينية. بصوا يا جماعة، بصوا الجمال، بصوا الجمال والتحفة. بصوا التحفة. بصوا عاملة ازاي، بصوا طرية ازاي، بصوا الجمال. بصوا عاملة ازاي، بصوا طرية ازاي، والله طرية جدا. عايزة اوريكم كويس. بصوا طرية تحفة ريحتها تحفة قوي. القرفة قولوا معايا مع الملبن مديها طعم حلو قوي 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 قوي. يعني انا عايزه اخلي الملبن لوحده عشان يبقى متشاف، والعجوه لوحدها. ده طبعا كل ده عجوه، اخليه لوحده. بصوا دي العجوه، بصوا العجوه وجمالها، بصوا طريه ازاي. بصوا الجمال بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال. بصوا القرص عامله ازاي. بصوا الجمال بتاعت القرص. بصوا طريه ازاي، والله العظيم لو ما كانتش الساعه 12 بالليل انا كنت اكلته. بس انا مش باكل بالليل، يعني انا قعدت سهرت عليهم لان انا بدأ فيها متاخر. فالفيديو ده هينزل لكم بكره ان شاء الله، اللي هو صباح الجمعه، وانا سهرانه في الحاجات دي. فانا مش باكل بالليل من بعد الساعه طبعا 10 دي، استحاله ان انا اكل اي حاجه، فبخاف. فبصوا الجمال، تحفه يا جماعه الخير. اللي عنده الحلويات دي واللي بيعمل الحلويات دي التحفه اللي انتوا شايفينها دي، يجي يقول لي كده اللي انا ايه بعمل زيك يا ام مسلم. بصوا الجمال على الكلام. بصوا الجمال، ده 2 كيلو. بصوا الجمال، ده 2 كيلو اللي انا بعبيهم دول.
2 كيلو. عارفين يعني ايه 2 كيلو؟ يعني بصوا الكميه قد ايه. انا الكميه ضعفت الدبل ونص، يعني الكميه عندي اتضاعفت. يعني اوزنه ازاي؟ يعني والله لو عندي ميزانه كنت وزنته لكم، كنت عرفتكم الكميه كلها طلعت قد ايه. بصوا التحفه. انا متهيألي دي مش هتاخدهم، عايزين حاجه كمان. سخنه 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 تحفه. خليها بقى كلها ترد السخونيه ببعضها. بصوا الجمال تحفه. اهم حاجه بص سوا من دي زي دي بالظبط، اهم حاجه. لما الكميه دي كلها عجوه وفي لسه كميه تانية، هجيب علبه تانية واجيلكم. ثواني خليكم معايا. جبت العلبه وحطيت فيها الملبن والقرفه عشان دي تبقى لوحدها ودي تبقى لوحدها معروفه، عشان احنا بنعشق دي اكتر. دي جوزي اللي بيحبها، اللي هي القرفه والملبن. اما احنا بنحب العجوه اكتر بكثير يعني. العجوه دي بالنسبه لنا عشق يعني. بصوا الجمال. بصوا اللوز ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. معرفش مين اكل منها. بصوا الجمال. بس كده نظبط الاداء شويه. شفتوا بقى الجمال ده؟ شفتوا الطراوه بتاعتها والطريان بتاعت القرصه؟ جميله 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 جميله، وسواها تحفه تحفه تحفه. يعني حاجه حلوه قوي يا جماعه والله العظيم. بصوا مقاديرها كانت بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. وبص عملت كميه قد ايه. يعني شفتوا الكميه قد ايه. عملت كميه حلوه جدا. بقول لكم انا رحت اشتريت، بسالها الكيلو بكام، بتقول لي الكيلو ب 280 جنيه. انا جبت الحاجات بتاعتها ما كلفتنيش 100 جنيه على بعضها. عملت كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك، واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم واستفدتوا منه. شكرا والسلام عليكم.